ابعت الريكوردات دي لجوزها وجوزها ينصحها، ولا اكلم جوزي وهو يكلم اخوه؟ والصراحة خايفة لان ممكن الاخوات يتخانقوا مع بعض وتحصل مشكلة، فمش عارفة اتصرف ازاي. ازيكم؟ انا بعتلك عشان خاطر الموضوع مهم، انا هحكي لكم وقولوا لي اذا كنت انا غلطانة ولا لا. انا عندي سلفتي شكيت فيها ان هي ماشية ماشي شمال. المهم انا عندي اثباتات للكلام اللي انا بقوله ده، ولكن في مرة من المرات كنت نازلة بالعربية وشفتها ماشية مع واحد، فضلت مراقباها لحد ما دخلت في مكان شبه مقطوع كده. انتظرت في العربية واستنيت لمدة طويلة، المهم طلعت هدومها متبهدلة. قلت اكلمها، قلت لا مش هينفع، رحت مروحة البيت قبلها وهي اول ما جت: ازيكم عاملين ايه؟ قلت لها ايه ده، ايه اللي مبهدل هدومك كده؟ راحت قالت لي لا عادي يعني مفيش اي حاجة، وانكرت الموضوع. معرفتش اكمل، اللي هو مش قادرة اكمل اقول لها طب انتي كنت في كذا ولا كنت بتعملي كذا. المهم انا مش عارفة اتصرف ازاي، اقول لجوزي ولا اقول لاخوه ولا المفروض اعمل ايه. المهم جه في دماغي ان انا اكلم اخويا، قلت له خد رقمها وكلمها على الواتس وشوفها، اعمل لها اختبار، شوف النتيجة هتكون ايه. المهم اخويا راح مكلمها وبعتت له ريكوردات وهو بعت لها ريكوردات. والمهم بعد ما خلصوا راح بعت لي الريكوردات دي. انا مش متخيلة الانسانة دي في كمية القذارة اللي سمعتها في الريكوردات، ومع انها كانت لما اجي اتكلم معاها في الموضوع دوت او اجي افتحه بتعمل عليا شريفة. الريكوردات انا ما قدرتش اكمل الريكوردات. فبحت لحضرتك عشان حضرتك تنصحني ابعت الريكوردات دي لجوزها وجوزها ينصحها، ولا اكلم جوزي وهو يكلم اخوه. والصراحة خايفة لان ممكن الاخوات يتخانقوا مع بعض وتحصل مشكلة، فمش عارفة اتصرف ازاي. حضرتك ممكن تفيدني والناس اللي عندك تفيدني اتصرف ازاي في حاجة زي دي، لان الصراحة انا خايفة جدا هتبقى شبهة وحاجة يعني كارثة كبيرة. الناس اللي عندك تهتم بالموضوع وما تقولش كلام يجرحني. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني ما تنساش تعمل لايك وشير وتقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يعني انا بستغرب عليك، اللي هو انت عايزة تستوري عليها ولا عايزة تفضحيها؟ اللي هو يعني انت مالك؟ يعني انت مالك؟ انت ممكن بسبب اللي انت تعمليه ده مش هتخربي بيوت، انت هتدمري الدنيا. مش يعني ابسط حاجة خالص. لو طلع الاخوات ممكن يتخانقوا مع بعض، وانت كمان ممكن بيتك يتهدم ويبقى فركشتي كذا اسرة. انت مالك؟ ريحي نفسك، مالكيش دعوة. اللي ربنا ستره ما يجيش العبد يفضحه. ما هو كده كده كل واحد ربنا بيديله مدة اللي هو هيتعظ ويتغير ولا لا. اللي هو ازاي يعني انت اللي انت هتعمليه ده كده كارثة. ما تشغليش دماغك بيها يا ستي، حافظي على بيتك ودنيتك وملكيش دعوة. يعني انا بستغرب على الستات اللي يعني انت شفت حاجة خلاص يا ست استوري عليها، ما هو ربنا بيستر. يعني هنبقى احنا هتخليني اقول كلام بايخ ليه؟ ريحي دماغك ملكيش دعوة والله بقى. اذا كنت انت بقى حابة تنصحي، لان انا مش شايف ده. الريكوردات اللي اتبعتت دي ممكن تعملي بروفايل وطبعا هيكون مجهول، وتبعت لها الريكوردات دي وتنصحيها ان مثلا لو ما اتغيرتش على اللي هي بتعمله ده، انا هبعته لجوزي كنوع من انواع التهديد وخلاص خلص الموضوع. هي اتغيرت ما اتغيرتش لنفسها، ولكن انت هتقولي لده وتقولي لده وتقولي لده. ربنا يهديكي ويهدي الناس. وده كان رأيي، ويعني اكيد الناس هتقولك رأيها في الكومنتات، وانا هرد على كل الكومنت بتاعت الناس.